السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض الكحك ابو سكر زي ما حضراتكم شايفين ده كده. النهاردة هنعمل مع بعض الكحك ابو سكر. الكيلو الدقيق عليه 600 جرام زبدة. هتقولي ان هيبقى ناعم كده مش كتير، هقول لكم لا، ده مظبوط والقوام مظبوط وعشرة على عشرة، مفيش اي غلطة. احنا نزلنا بنص كيلو زبدة وحطينا اللي هم ايه 100 جرام الزيادة زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا هننزل بريحة الكحك على كيلو الدقيق بالشكل ده يا بنات. واللي هنا السمسم حسب الكمية اللي انت حباها، انا بحط بمعلقة الشاي عشان كده صغيرة. زي ما حضرتك شايفة كده. ركزي والله طريقة مفيش احلى من كده. والدقيق ده يا بنات دقيق الاهرامات. هنا هنضرب الزبدة ضربتين تلاتة كده تبيض شوية معانا، وهننزل عليها بالكمية الدقيق بتاعتنا بالشكل ده يا بنات. لو عندك مضرب اضربي بيه، عندك اللي هي دي هي العجان اعملي بيه. انا مش عندي لا عجان ولا عندي مضرب، عشان كده بعمل بيه وبيطلع اجمل حاجة. اهو حطينا الدقيق زي ما قلنا كده، دقيق والسمسم وريحة الكحك على الزبدة، وهنبس. والله كان اروع من الروعة الكحك. والملبن بتاعنا عشان حطيت على الملبن نص كوباية، حطيت على الملبن يا ربي معلقة سمسم، وحطيت عليه معلقة سمنة بلدي، وعجنته حلو وكورته زي ما شفتوه كده معانا. وهنا هننزل بمعلقتين سكر ونص كوباية مية ونص كوباية لبن ونص كوباية مية بالشكل ده يا بنات، وهيطلع معاكي ناجح واجمل من كده مفيش. هنا معلقة خميرة ومعلقة معلقة شاي ممسوحة بيكنج باودر، دي عشان ما يتنفخش معاكي قوي ويبقى قوامه مش حلو كده. معلقة الشاي ممسوحة. وهنقلب اللبن والمية والخميرة والسكر والبودر مع بعض، وهننزل على كمية الدقيق اللي احنا بسناها بالزبدة بالشكل ده يا بنات. عجينة كانت طرية واروع حاجة معاكي، وما حطيتش اي حاجة غيرهم، هم نص كوباية المية نص كوباية اللبن. شايفين ملمس العجينة كان خطير خطير خطير. شايفين العجينة جميلة ازاي وطرية وناعمة. والله كان جميل الخبيز تحفة تحفة. يا ريت تجربوا طريقتي مش تندموا ابدا. كل عام وانتم بخير. هتجوفي العجينة بالشكل ده اهو، وهتحطي الكوره بتاعه الملبن. على فكره معلقه السمنه البلدي اللي بتحطيها مع الملبن يا حبيبه قلبي هتفرق معاكي كتير قوي. لو مش عندك عادي، بس لو عندك حطي، تفرق معاكي كتير في الطعم. والسمسم برضه لو عندك مكسرات عايزه تضيفيها كمان ضيفيها. عايز تعملي بالملبن، عايز تعملي بالعجوه بالعجب، اللي يعجبك اعملي بيه. اهو بالشكل ده يا بنات. اهو شايفين الجمال والعجينة والروعة. هنا هنبصم بالبصامة، مش هرسم الرسومات، انا بحب البصامة بس. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده قطعنا، والتسوية كانت على فرن الغاز اهو. شايفين ده كله الكمية دي كلها من كيلو دقيق يا بنات اهو بالشكل الحلو ده وناعم وجميل. والملبن دايما انا لما بعجنه بالسمنة البلدي بيبقى سايح مع ال مع الكحك بالشكل ده. شايفين نعومة الكحك؟ ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وحطوا شير، ودمتم في رعاية الله.